السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. كنرحب بكم من جديد في قناتنا بودكاست بالدارجه، واليوم مع موضوع جديد كيف العاده. كنحاولوا اننا ديما نوعوا في المواضيع باش نرضيو المتابعين ديالنا واي واحد جديد ويلاه كيشوف القناه ديالنا، فما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم ولايك ديالكم. ويلا نبداو. الموضوع اللي اختاريت اليوم انني نهضر عليه هو الفراغ اللي انا بالنسبه لي كنعتبره شي حاجه اللي سلبيه وخيبه بزاف بزاف، وخاصنا نقضيو على الفراغ في حياتنا. كيفاش غتقول لي؟ حنا بطبيعه الحال في الحياه ديالنا عندنا بزاف ديال الانشغالات، عندنا بزاف ديال الحوايج اللي كنديروهم. كاين اللي كيقرا، كاين اللي كيخدم، كاين اللي عنده ان بروجي، كل واحد اش كيدير في الحياه ديالو. ولكن رغم الانشغالات ديالنا كيبقى لينا واحد الوقت الفراغ ديالنا اللي كنحاول اننا نرتاحوا فيه. كاين اللي كيبغي يخرج فيه، يضحك، يلعب، يستمتع مع العائله ديالو ايتترا. مي جو بونس هذا الفراغ الى طول كتر غادي يعني كما كنقولوا ما غيبقاش نعمه وغيولي نقمه بالنسبه لينا. فانا كندوي مثلا، حنا ما مناعينش عليك انك يكون عندك واحد الوقت الفراغ ديالك اللي ترتاح فيه. بطبيعه الحال الانسان خصو واحد الوقت اللي يشوف راسو ويهتم براسو ويرتاح، خاصه اللي كان كيخدم، كان كيقرا، كان كيدير شي حاجه في الحياه ديالو. يعني انا كندوي على لا بيرسون اللي كيديروا شي حاجه في حياتهم، شي حاجه اللي بوزيتيف ايجابيه، كيخدموا كيتعبوا، محتاج الوقت الفراغ. وكلنا محتاجين واحد لو مومون ديال نعيشوا فيه واحد السلام داخلي مع ذاتنا وراسنا، سواء مع بوحدنا. كاين اللي كيبغي يدوز وقت الفراغ ديالو بوحدو، وكاين اللي كيبغي يدوزو مع العائله ديالو، مع صحابو، مع الناس القراب والعزاز ليه. دونك كل واحد كيفاش هاد الوقت الفراغ كيفاش كيستغلو وكيفاش كيخدم فيه. مي كاينين دي بيرسون، والاغلبيه دابا ديال الشباب اللي مثلا وقفوا على القرايه ديالهم، ولا سالاو لي زيتود ديالهم. كاينين شباب اللي كيقلبوا على خدمه، كاينين الناس اللي بحال فقدوا الامل في الحياه، يعني واقفه عندهم، نقدر نقول واقفه عندهم الحياه، وكيعيشوا في واحد الفراغ كبير. يعني ان الوقت كامل ولا عندهم فراغ، عباره عن فراغ. وهذا الفراغ هذا انا نقدر نسميه شي حاجه قاتله. الفراغ شي حاجه قاتله، خاصه الا ما كنتي كدير حتى شي حاجه في حياتك، ما كتقرا، ما كتخدم، ما كت ما كدير حتى شي اكتيفيتي في النهار ديالك. يعني النهار ديالك كله كيدوز وانت جالس، ما عندك حتى شي بلان، ما عندك حتى شي تخطيط، ما عندك حتى شي حاجه. دونك هاد الفراغ غادي يقتلك. كيفاش غادي يقتلك؟ ماشي غادي يقتلك بالمعنى ديالها، غادي يقتلك نفسيا وداخليا. انت كشخص غادي تموت الروح ديالك، يعني معنويا. علاش؟ ان الفراغ كيخلق بزاف ديال الامراض النفسيه، وهادشي اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس. ان كثره الفراغ ملي ما كيكونش عندك، ما كتكونش مشغول، مني راسك ما كيبقاش يفكر، وما كيبقاش عقلك يفكر، وما كيبقاش يعني عندك واحد لا روتين، وما عندكش كما كنقول ما عندك ما يدار، ما مخطط لحتى شي حاجه. يعني مثلا اغلبيه ديال الناس كيقول لك غدا الصباح غنمشي للمدرسه، غنفيق، نمشي لافاك، نمشي نخدم، عندي واحد لاكتيفيتي، غنخرج مع صحابي، غادي نمشي. دونك فاش ما كيكونش عندك واحد لو بلان، وكتولي الحياه ديالك عباره عن نفس الروتين اللي كتعاود يوميا، خاصه انك مثلا غير في الدار، خارج كتدخل، ما عندك ما يدار. هنا ولات حياتك عباره عن فراغ، وما عندك حتى شي دور في الحياه. وهنا فين كيطيح الانسان في الفخ ديال الفراغ، لان الفراغ هنا كتكون جالس، ما كتخدمش عقلك. لا بروميير كو دي شوز، ما كتخدمش عقلك، يعني عقلك كيبقى ثابت، ما كتفكرش، ما كتخدمش الخلايا ديال عقلك. الجسم ديالك كذلك، الاغلبيه فاش كيكون عندك فراغ كتبقى غير جالس، سواء متكي هاز التليفون، كتفرج، ناعس في الوقت. دونك حتى الصحه البدنيه ديالك كتدهور، ودونك حتى الميسكل ديالك صافي ما كيبقاوش مازال مولفين على الحركه. ودونك هنا كتدهور الحاله البدنيه ديالك، وكذلك الحاله النفسيه. وانا لو بلوز امبورطون عندي هو الحاله النفسيه ديال الشخص. راه كيفاش كتدهور بواحد الطريقه، لان الانسان ما كيبقاش عنده بحال لي زيموسيون ديالو ما كيبقاوش خدامين. علاش؟ انت فاش كتكون خدام كتوتر، كتعصب، كتبدا تفكر، كتقول ناري تابعني واحد الخدمه، تابعني واحد البروجي، عندي واحد ليكزام خصني نوجد ليه، لا خصني نمشي نقضي هادي، خصني نتقضى، نو باقي عندي واحد لي ريسبونسابيل. هاك عرفتي فاش كتفكر. وحتى داك التوتر بعض المرات راه مزيان، ديال انك كتفكر وعندك تابعك تماره وتابعك ما يدار. هادشي كامل كيخليك مشغول، كيخلي الخلايا الجسم ديالك كله خدام. دونك انت راك انسان. مي كيوقفوا هذا الشيء، ما يعني ما عندك فاش تفكر، ما عندك ما يدار شنو، العقل ديالك ما كيبقاش يفكر في هذا الشيء، كيمشي كيفكر في حاجه اللي هي سلبيه. هنا فين كنهضروا على الامراض النفسيه. يعني العقل فاش ما كيبقاش مشغول، سواء مثلا بالقرايه ولا بالخدمه ولا بليزاكتيفيتي، ولا ان عندك المهم عندك ان بلان، عندك شي حاجه اللي غتنوض ليها، غتنوض الصباح، غتغسل وجهك، غتلبس حوايجك، غتبدا خدام. ولا غير من الدار تجبد بيسي، غتخدم، غتتلاقى مع، غدير ميتينغز، غدير دي ريونيون، غدير بزاف ديال الحوايج.
فهنا عقلك فاش ما كيبقى عندك ما يدار وكيولي عندك ان بلان فيد، هنا شنو كيوقع؟ العقل ديالنا بلاصه ما يفكر وينشغل بالحوايج اللي هما مهمين اللي كيديرهم الانسان العادي، الانسان النشيط في حياته، غيولي يمشي يفكر في الحاجه اللي هي السلبيه. يعني العقل غيبدا يفكر في حوايج سلبيه، غيطيح ليه افكار سلبيه، غيدخل الانسان في الوسواس، غيدخل في واحد الاسئله: علاش انا دابا اش كندير؟ اشنو كندير انا هنا؟ انا جالس صافي ضعت، صافي انا راه ما مشى لي مستقبلي، غير جالس ما عندي ما يدار، حياتي سالات، صافي ما بقى عندي حتى شي دور في هذه الحياه، اش كندير انا هنا؟ شوفوا الناس خدامين، الناس خارجين، وانا جالس ما عندي ما يدار هنايا، لا فلوس لا حتى شي حاجه، مستقبلي ضاع، لا صحاب لا والو. كيبدا العقل هكا كيفكر غير في الحاجه الخايبه، وكتذكرك بهذوك لي مومون الخايبين اللي عشتي في حياتك، وبدوك الناس السلبيين اللي تلاقيتي معاهم، وعقلك كيبقى كيفكر غير في الافكار السوداويه، وكتولي ما راضيش على راسك وما راضيش على المحيط ديالك، وكتبدا تعصب وكتبدا توتر، وكتبدا تدخل في صراعات مع نفسك بعدا، مع العائله ديالك. دونك كتخربق عقلك، كيولي كيلقى باش يتشغل، ومني كيدخلوك هاد الافكار السلبيه اللي ما عرفتيش انك انت توقفهم وتحدهم، كيبداو يتحكموا فيك وكيبداو يلعبوا فيك دوك الافكار السلبيه الخبيثه، كتبدا تلعب فيك وتحكم فيك، كتخليك كتنعزل راسك، كتبغي تجلس بوحدك، ما تخليكش تنوض، مازال غتولي عاجز بدنيا حتى تنوض، لان هاد الافكار كتسيطر عليك، غيولي تبان لك الدنيا كحله، بهذا المعنى بين قوسين الدنيا كحله، غيبان لك المستقبل ديالك صافي سالا، غتولي تفكر في شي حوايج خايبين، غتحطم، غتفقد الامل. يعني هاد الفراغ هذا كيخليك كينقلب على ضدك نتايا، لان عقلك ما مشغولش. فإلا جيتي تشوف ان الانسان فاش كيكون مشغول، شحال من يا بوكو دو بيرسون اللي كنشوفوهم خدامين، كتلقى عندهم مشاريع هكا، وقتهم عامر، كيجيو كياكلوا كينعسوا كيفيقوا الصباح عاوتاني لو طرافاي لو طرافاي لو طرافاي، الخدمه الخدمه. اين فوا هاد الناس مثلا فاش كيساليو ولا كيجي واحد فتره التقاعد ديالهم، كتلقاهم مرضوا، كيقول لك حنا ماشي هما هادوك، ومني كيجلسوا كيبداو كتلقى الاغلبيه كيمشيو عند دي بسيكياتر دي بسيكولوج اتسيتيرا. علاش؟ كان عقلهم خدام، دونك كان الجسم ديالهم والعقل ديالهم منشغل مع حوايج اخرين. مني وقفوا، بحال بدا العقل كيستجيب لديك الذات ديالك، وتما فين تيبدا الاعراض النفسيه وكيبدا المرض النفسي اللي غادي نهضروا عليه ضروري ومؤكد غنهضروا على الامراض النفسيه اللي انتشرت بواحد الطريقه اللي مرعبه في المجتمع ديالنا، لا في الصغار لا في الكبار. المهم انني ما نحاول ما نخليش هذا الفراغ يكون في حياتي. تقدر تكون انت انسان اللي ما عندك حتى شي مشاكل في حياتك، اين فوا تجلس غير مع راسك واحد لا بيريود، هذوك الافكار ما كيخرجوا باش، حيت عقلك خصو يخدم، سواء غادي يخدم في الحاجه الزوينه، في لا كرياتيفيتي ديال شي حاجه، في خدمتك في قرايتك، سواء غادي يخدم غير في الحاجه الخايبه، وغيبدا يوسوس ليك، وغيبدا الشيطان يلعب لك في دماغك، وغادي تفكر في شي حوايج اللي خايبين، وغادي تكره راسك وغتكره الناس. دونك حذاري من الفراغ، وكنحذر اي واحد من الفراغ. نخدم ونقرا ونعطي وقت لراسي، نستمتع بوقت الفراغ ديالي، ولكن ما يكونش حياتي كلها عباره عن فراغ، وما ندير حتى شي حاجه في حياتي. اقل حاجه نتقرب من الله، نقرا قران، نصلي، ونحاول نشغل راسي، وانا نقلب على دي زاكتيفيتي نديرهم، وما نتسناش الناس يجوا عندي ويقولوا لي اجي دير معانا، نو، انا نحفز راسي براسي ونموتيفي راسي، ونخرج راسي من ديك الدوامات الافكار ديالي، ونبعد من الفراغ، وندير شي حاجه زوينه في حياتي. دونك جو بونس وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم ولي لايك، ولا بغيتوا شي موضوع نهضروا عليه اقترحوا علينا في لي كومونتير. ميرسي بوكو، على بروشين.